السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض الحميس. عندنا لهنا هاو الفلفل الحار والفلفل الحلو والطماطم والثوم. انا رايحه نشويهم ونرجع لكم. بعد ما شوينا الفلفل والطماطم والثوم، لهنا راني نقيتهم، لهنا اللي قشرت الطماطم، لهنا ثاني الفلفل هاناني مسحته، يعني سما نحيت له القشور، قشرته ومسحته ونحيت له الزريعه. رايحين نقطعوه. انا بعد ما كملت القطع تاع الفلفل والطماطم، انا ربيتها، ما حبيتش نقطعها مع الثوم، نكبها فوق الفلفل، نغطي بها الفلفل هذا كامل. تغطي الفلفل تاعك كامل هكذا بالطماطم وتحطيه يطيب على نار قليله. انا لهنا انا حطيته يطيب. راكم تقولوا علاش يعني الطماطم حطيتها من فوق وخليته هكذاك ما حركيتوش. لهنا السر تاعها شفتوا الفلفل الاخضر هذاك رايح يولي لنا اصفر بلا ما تحركوا يعني الطماطم، تخليو الطماطم من فوق وتخليوه على نار قليله يطيب. بعد كي تشوفوا الطماطم بدات تنشف تحركوا تلقاو الفلفل تاعكم اصفر مش اخضر يعني هكذا. لهنا بعد ما طاب الحميص تاعنا ونشف من الطماطم راح نديروا له شويه تاع زيت الزيتون. انا نحبه بالزيت الزيتون، اللي ما تحبش ندير زيت العادي، زيت المائده. خليوه يغلي شويه ونطفيو عليه. راح نرجع لكم في طبق التقديم. هاني رجعت لكم بعد ما طاب الحميص تاعنا. انا هاني زدت قليت معاه شويه فريت. هاو الحميص تاعي سمع على طريقتي، يعني الاخت اللي طلبت مني الحميص هاني اليوم لبيت لها الطلب تاعها. والى اللقاء حبيباتي.